لو عملتي طاجن البامية بالطريقة ديت هتاخدي احلى طاجن بامية مستوفي كل حاجة، طعم وشكل ولون وقوام. اللحمة دايبة، البامية دايبة كده زبدة، مش ناقصه اي حاجة خالص. وصفة بجد خطيرة، طريقة بجد سهلة وسريعة وحلوة جدا. ريحته بجد هتقلب البيت حرفيا من جماله. والله العظيم ما ببالغ، بجد كل حاجة فيه مستوفية وتمام. ليه بقى بالطريقة دي وهتدعيلي. ما تنسيش تحط لنا لايك للفيديو ونورينا بالاشتراك في القناة. وتعالي بقى نخش على وصفتنا السهلة والسريعة كده. انا هجيب الحلة بتاعتي واحط فيها معلقة حلوة كده من السمنة، هنزل بيها كده ببصلاية متقطعة قطع صغيرة يا دوبك تشويحة بسيطة، وهنزل عليها بمعلقة توم تتشوح معاها. بمجرد ما معلقة التوم تشم ريحتها كده، انزلي بقى كده برشة كمون ورشة كزبرة. ويا على الجمال، شوحي الكلام الجميل ده كده كله مع بعضه. وتعالي بقى شوفوا الخطوة الجميلة اللي هتودي البامية في حتة تانية خالص دلوقتي. انزلي بقى بمعلقتين بس كده من الصلصة وشوحي كده وشم الريحة الجميلة جدا. تعالي بقى احلى خطوة انا بحب اعملها في طاجن البامية. انا دلوقتي اللحمة بتاعتي انا سلقاها 3/4 سوا، يعني ناقص لها 10 دقايق كده وتستوي وتبقى تمام. انا هخلي ال10 دقايق دول يستووا في قلب الصلصة ومع البصلة كده والتومة والتوابل الجميلة بتاعتي ديت. وشوحي كده الكلام الجميل ده كله مع بعض. بجد الريحة هنا في اللحظة دي قلبت البيت. بمجرد كده ما اللحمه ما اتشوحت معايا وخدت، تحس انها خدت لون حلو كده، انزلي بقى بعصير الطماطم بتاعك. ونزلت كده بمكعب مرقه، ده اختياري، لو مش عايزاه مش مشكله بلاش. تعالي بقى نحط التوابل بتاعتك، هنحط رشه فلفل اسود وكمون وكزبره. دلوقتي بقى الملح انا هحاسب على الملح كويس جدا، لان انا حاطه مكعب مرقه وهضيف شوربه فيها ملح. انا لما تلاقيها محتاجه ملح حطي ملح، انا لقيتها محتاجه سنه ملح كده رحت حاطه سنه الملح بتاعتي. يا دوبت انا هغطيها هتاخد غلوه بس. تعالي بقى للبامية بتاعتك. انا جبت البامية بتاعتي كده وغسلتها كويس قبل ما اقمعها، علشان ما ينفعش ان انا اقمعها ومن قبل ما اغسلها، لان المزلقة بتاعتها هتلاقيها طلعت في قلب المية، فانا بغسلها الاول وبعدين باخدها بقمعها بالطريقة ديت. باخد الراس بتاعتها بعملها دوران كده من فوق بالشكل ده زي القرطاس، وبشيل الجزء اللي تحت، وبعد كده بقسمها من النص لغاية نص البامية كده، مش بقسمها للاخر عشان ما تتقسمش مني. بعد ما قمعت الباميه بتاعتي بالطريقه الجميله ديت، هنزل بقى بيها على الصلصه بتاعتي بعد ما خدت غلوه. انا مش هسيبها لغايه اما تتسبك، انا هسيبها بس تاخد غلوه، وبعد كده هنزل بقى بالباميه بتاعتي. وبعد كده هشوف القوام بتاعها محتاج شوربه قد ايه، وهنزل كده بكبشتين شوربه عليها. القوام بتاعها يبقى بالشكل الجميل ده كده. هسيبها مش هتاخد اقل من 10 دقايق وهتكون استوت معايا وبقت جميله جدا. هتجيبي بقى الطاجن بتاعك وهتنزلي بيه كده اهوت بالباميه بتاعتك في قلب الطاجن بالشكل ده كده. والله انا عايزه اقولك ان الريحه جنان، وانا بحطها كده في الطاجن جنان بجد جميله جدا. انا هاخد بقى الطاجن بتاعي ده كده، هو مش محتاج حاجه، انا هو كده مستوي تمام. انا هحطه بس على الشوايه عشان ياخد لون، واللحمه بتاعتي تاخد لون كده، لون الشوي كده بتنقل بجد الطاجن في حته تانية خالص. هيطلع معاكي بقى بالجمال دوت. حضري بقى الليمون بتاعك بقى، وتعالي شوفي قوامه عامل ازاي، بجد مظبوط بالملي. الباميه مستويه جدا رغم ان الواحده بوحدتها، اللحمه عجميه. تعالي بقى اوريها لك كده، اعصري عصره الليمون بتاعتك وتعالي اوريك التسويه بتاعتها عامله ازاي. بص هنا كده بقى يا جماله، بص الباميه عامله ازاي، بجد عجميه مستويه جدا وجميله جدا، وطالعه الواحده بوحدتها ما تهرتش معايا في الطاجن. اللحمه برضو مستويه السوى المظبوط. جربي بقى الطاجن ده بطريقتي وهتدعيلي ان شاء الله. ما تنسيش بقى تحطي لايك للفيديو ونوريني بالاشتراك في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. مع السلامه.